تقدر تبدل لون شعرك، السي ديال الحوايج اللي كتلبس، تبدل طوموبيلتك، تقدر تبدل حتى صحابك. هادشي كامل ما غاديش يبدل لك حياتك. الله ميزنا على جميع المخلوقات بالعقل. هاد العقل الا فكرتي بيه غادي تبدل حياتك. دابا السؤال، كيفاش نقدر نبدل التفكير ديالي؟ الا كنتي اول مره كتشوف لوجيك مان، تابونا معنا ودير جيم، وفي الاخر اللي عجبك الفيديو بارطاجيه مع صحابك. اولا خاصك تعرف نقاط القوه ديالك. هذه قبل 50 عام كان واحد العالم جيولوجي امريكي سميتو يوني. هاد يوني هز حوايجو ومشى لجنوب افريقيا باش يقلب على الالماس. قلب تاعيا شهور ديال التقلاب، ولكن في الاخر ما لقى والو. خصوصا ديك الوقيته ما كانوش الالات والمعدات اللي كاينه دابا. واحد النهار كان راجع من التقلاب وتلاقى مع واحد الدري صغير عمرو 10 سنين. يوني شاف ان الدري كيلعب بواحد الحجره كبيره وغريبه في الشكل، ما عمرو ما شاف بحالها. هو يقول الدري: واش تقدر تعطيني ديك الحجره نشوفها؟ الدري شاف فيه، قال لي: انا غنعطيك هاد الحجره، غادي تاخدها كاع، ولكن بغيتك تعطيني في المقابل ديالها شي حاجه. يوني جبد الصاك ديالو وجبد واحد الشوكولاته وعطاها ليه. داك الدري خاد ديك الشوكولاته ومشى فرحان. من يوني مشى للمختبر ودار التحليل على ديك الحجره، تفاجأ بزاف ولقاها ان اكبر حجره ديال الالماس في العالم. بغيت نقول العبره من هذه القصه هو انه واش في نظركم الدري الصغير كون عرفها انها اكبر دياموندا في العالم، واش كان غادي يتخلى عليها بديك السهوله؟ المقابل ديالها غير الشوكولات. هادشي اللي كيوقع معنا، عندنا واحد نقاط القوه بزاف، كل واحد ونقاط القوه ديالو، واخا ما كنشوفوهاش وماشي شي حاجه ملموسه، ولكن خاصك تحاول تكتشفها في راسك وتبدا تخدم عليها اكثر. اما بالنسبه لنقاط الضعف فبلا ما تسوق ليها وبلا ما تعطي لها اهتمام حتى هي وتبدا تخدم عليها، فراه ملي كتخدم نقاط القوه ديالك بواحد الشكل تلقائي، نقاط الضعف كتبدا تخدم راسها براسها ومع الوقت كتمشي. لهذا بدل التفكير ديالك تبدل لك حياتك.